كلنا في حياتنا أشخاص طاقتهم سلبية، وعندنا لحظات بنحتاج فيها طاقة إيجابية علشان نكمل يومنا. الحلقة دي هنعرف إزاي نحافظ على طاقتنا الإيجابية نتجنب الطاقة السلبية. أول خطوة مهمة إنك تختار البيئة اللي تقضي فيها وقتك. وجودك مع أشخاص إيجابيين بيزيد طاقتك، عكس لما تكون مع ناس دايما شايفين الجانب السلبي. في شخص بيسبب لك ضغط أو توتر، حاول تقلل الوقت اللي بتقضيه معاه. حط حدود واضحة لمصلحتك النفسية. خطوة تركز على الحاجات اللي انت فعلا تقدر تغيرها، للتركيز على الأمور السلبية اللي بره سيطرتك. مثال بسيط، مثلا بدل ما تتذمر على الظروف، حاول تلاقي خطوة بسيطة تعملها لتحسين حالتك حتى لو كانت خطوة صغيرة. هي انك تبعد عن الضربات السلبية اللي بتأثر على طاقتك. لو في حاجة بتديك احساس سلبي، خفف من متابعتها او احذفها. الاخبار السلبية بتأثر على عقلك وطاقتك طول اليوم، لكن لو بدأت تركز على اخبار ايجابية هتحس بفرق كبير. الحياة فيها ناس كتير طاقتهم سلبية، لكن انت عندك الاختيار انك تحافظ على طاقتك الايجابية. جرب الخطوة دي وشوف ازاي طاقتك هتزيد. شاركوني في التعليقات ايه اكتر شيء بيساعدكم انكم تحافظوا على طاقتكم الايجابية. بس كده، سلام.